السنة دي يا سادة أنا بأكد لكم الزمالك مش هياخد حاجة خالص. انهيار وجنون عمرو أديب بعد فوز النادي الأهلي على الجونة 2-0 وتصدر بطولة الدوري المصري الممتاز، ويسخر من الزمالك وشيكابالا، ويهاجم إدارة حسين لبيب، ويهاجم مرتضى منصور بعد التفريط في إمام عاشور، ويتغنى بالنادي الأهلي. لكن قبل ما ابدأ الحلقة، لو انت اهلاوي اصيل فضلا وليس امرا اضغط لايك على هذا الفيديو واعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس، وابدأ الفيديو بالصلاة على الحبيب، واعمل لنا تعليق جميل كده في التعليقات. انتهت منذ لحظات قليلة مباراة الاهلي مع الجونة، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 2-0 على الجونة رغم النقص العددي الكبير. طلع علينا بعد المباراة الإعلامي الكبير عمرو أديب بتصريحات قوية جدا. قالك إيه بقى؟ قالك أمال لو الأهلي مش غايب منه 15 لاعب كان الأهلي عمل إيه النهاردة؟ أنا نفسي إدارة الزمالك تتعلم، ونفسي لعيبة الزمالك تتعلم إن الأهلي رغم النقص العددي الكبير بيفوز النهاردة وبيتصدر بطولة الدوري المصري الممتاز، ويقول لك الأهلي ما فيهوش لعيبة. امال لما الاهلي يجيب صفقات هيعمل فينا ايه اكتر من اللي هو بيعمله ده؟ النادي الاهلي النهارده في غياب 12 او 13 لاعب بيفوز على الجونة 2-0 باداء عالمي. وتعالوا بقى، مين امام عاشور ده؟ ايه امام عاشور ده؟ ومين اللي مشاه من الزمالك؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرتضى يا منصور يا اللي مشيت امام عاشور من الزمالك. امام عاشور كل ما بيجيب جول بيعلى عند الضغط والسكر. امام عاشور كل ما بيتألق كل ما بحزن. ولكن هي دي طبيعة كرة القدم، وهي دي طبيعة الاحتراف. يعني اللعيب النهارده او السنه دي معاك، السنه الجايه مش معاك، وده سوء تنظيم وسوء تخطيط. ويقول لك امام عاشور ما جابش مستواه اللي كان في الزمالك. امال لو جاب مستواه هيعمل فينا اكتر من كده. انا باكد لكم امام عاشور دلوقتي هو افضل لاعب في مصر وافريقيا. امام عاشور النهارده وبقاله 3 ماتشات هو اللي جايب الاهداف للنادي الاهلي. امام عاشور بحس انه بيلعب لوحده في النادي الاهلي. امال وتقولوا لي مفيش لعيبه؟ يعني وشاطر الاعلام الاهلاوي يطلع يقول لك مفيش لعيبه في النادي الاهلي، ده كولر عايز يمشي عشان الصفقات، ده كولر مش عارفه ايه. انت عندك لاعب ب10، انت عندك امام عاشور، واحنا عندنا المرحوم، عندنا شيكابالا، عندنا مصطفى شلبي، عندنا دونجا، عندنا المحابيس، عندنا كل حاجه. لكن انتوا عندكم امام عاشور، عندكم الرجوله، عندكم القوه، عندكم الإصرار، عندكم عزيمة اللعيبة اللي رغم الغيابات رغم الإصابات الأهلي بيكسب، رغم كل حاجة الأهلي بيكسر أرقام قياسية، رغم كل حاجة لعيبة الأهلي بتقول لجمهورها ما تقلقوش، مش عايزكم تقلقوا، في غيابات احنا هنأدي، مفيش غيابات برضو احنا هنأدي. لازم نفرحكم، لازم نسعدكم، لازم نوصلكم للمجد اللي انتوا عايزينه او اللي انتوا عارفينه واللي انتوا متعودين عليه في النادي الاهلي. ده كان كلام عمرو أديب بالكامل على مباراة النادي الاهلي والجونة اللي انتهت منذ لحظات قليلة بفوز النادي الاهلي 2-0. لكن الحقيقة يا جماعة هو اداء كويس، اداء كويس من لعيبة النادي الاهلي، اداء محترم، اداء كبير. اللعيبة كانت على قدر من المسؤولية واثبتوا للجميع ان الاهلي بمن حضر، ان الاهلي مش عارفة ايه. لكن انا مش هطول على حضراتكم، شكرا ليكم لطيب المتابعة، وما تنساش لايك للفيديو، واشوفكم على خير، مع السلامة.